فيلمنا بيبدأ في مدينة جونجمان اللي كانت بتحكمها عائلة الطاووس، وهم اللي اخترعوا الألعاب النارية عشان يفرحوا بيها الناس. لكن ابنهم الأمير شين شاف في الألعاب النارية دي جانب تاني خالص، جانب مظلم ودموي، وفكر وقال بدل ما نفرح الناس ما نعمل سلاح يدمر الكل ونحكم بيه العالم. ولما أبوه وأمه عرفوا بتفكيره المرعب ده راحوا لعرافة القرية، والعرافة بصت في المستقبل وقالت لهم نبوءة هزت كيان شين إنه لو استمريت في طريق الشر ده هيجي محارب لونه أبيض وأسود وهيقضي عليك. وشين بدل ما يرجع عن فكره أخد جيش الذئاب بتاعه وراح خلص على كل اللي في قرية الباندا عشان ما يطلعش منهم المحارب ده. ولما رجع لأبوه وأمه وفكر إن هما هيفرحوا بيه اتصدم إنهم طردوه برا المدينة بسبب اللي عمله. وشين مشي وهو ناوي يرجع وينتقم من العالم كله. وبنرجع للزمن الحالي وبنشوف بو وهو داخل مسابقة أكل زلابيا والجبابرة الخمسة واقفين بيشجعوه. وفي وسط الهزار ده بيظهر المعلم شيفو وهو بيعمل حركة مذهلة بتطيط شي وبيتحكم في نقطة مية بقمة الهدوء والتركيز من غير ما تفقد شكلها، وبيرجعها لورقة الشجر تاني. وبيقول لبو إن دي درجة عالية جدا من الكونج فو اسمها السلام الداخلي. وطبعا بو مش فاهم حاجة ودماغه كلها في الأكل. وفجأة بتيجي إشارة استغاثة، مجموعة من الذئاب هجموا على قرية الموسيقيين عشان يسرقوا كل المعادن اللي فيها. فبو والجبابرة الخمسة بيطيروا على القرية وكل واحد بياخد له اتنين تلاتة بيضرب فيهم، وطبعا بو بيكون أفضل واحد فيهم وليه النصيب الأكبر وبيكونوا مسيطرين على المعركة. لحد ما بو بيشوف شعار غريب على دراع الذئب، وأول ما بو بيشوف الشعار ده بيفتكر ذكريات قديمة جدا وبيشوف أمه وهي بتجري بيه وسط النار. وبو بقى في عالم تاني خالص، فالذئب استغل الفرصة واداله ضربة قوية جدا وباقي الذئاب هربت بكل المعادن. وبو بيرجع البيت وهو متلخبط ومش فاهم اللي حصل. فبو بيسأل أبوه أنا جيت منين. وهنا السيد بينج بيقرر يقوله الحقيقة وبيقوله أنت جيت لي في صندوق صغير، وإنه في يوم من الأيام كنت راجع أجيب خضار من ورا المطعم بس لقيتك في واحد من الصناديق. أكلتك وحميتك واستنيت إن حد يجي يسأل عليك، ولما مفيش حد جه قررت أخليك ابني بالتبني. وهنا بو بيتلخبط أكتر. وبنروح لمدينة جونجمان وبنلاقي إن شين رجع من تاني وبيطالب بحقه في المدينة، بس هي بتكون تحت إشراف مجلس المعلمين وما بيرضوش يسلموها له. فشين بيكشف لهم عن سلاحه المرعب وبيطلقوا عليهم. وبتيجي أخبار حزينة لشيفو وادي السلام، وهي إن المعلم الأكبر رينو مات وباقي المعلمين محبوسين عند شين. فشيفو بيجمع بو والجبابرة الخمسة وبيقول لهم إن الكونج فو في خطر والسلاح ده ممكن يقضي عليه للأبد، وإنه لازم تروحوا تدمروه وتحرروا المدينة. وبينطلقوا في رحلتهم اللي بتكون طويلة جدا للمدينة. وبو طبعا بيتعب من السفر ده كله، لكن وهم مسافرين في المركب بو بيحاول يعمل تأمل عشان يوصل للسلام الداخلي ويفهم الذكرى اللي هو شافها، بس ما بيقدرش يعمل كده. وبيوصل المحاربين للمدينة وبيلاقوها مليانة حراس من الذئاب، وعشان يدخلوا من غير ما حد يحس بيتنكروا جوه مجسم تنين صيني وبيتمشوا بيه في الشوارع وبيهجموا على الحراس من هنا ويهربوا الناس من الناحية التانية. وبيقدروا انهم يوصلوا لسجن المدينة وبيلاقوا المعلم اوكس والمعلم كروك، بس الصدمة ان المعلمين رافضين يخرجوا. والمعلم أوكس بيقول لبو إن الكونغ فو مات والسلاح بتاع شين دمر كل حاجة وإنه مفيش فايدة من المقاومة. وفي وسط الخناقة دي الذئب الأعور بيعرف مكانهم وبيروح يبلغ بيه، وبتبدأ مطاردة مجنونة في الشوارع بالعربيات. والمطاردة بتخلص بإن بو وأصحابه بيتحاصروا وبيتقبض عليهم. فبو والجبابرة الخمسة بيدخلوا قصر شين وهم مربوطين بسلاسل تقيلة، وبيشوفوا شين واقف بكل غرور ومعاه المدفع العملاق بتاعه. وشين كان فاكر ان المحارب اللي لونه ابيض واسود ده كائن مرعب واسطوري، فلما لقى بو بيعمل تصرفات بو بدأ يتريق عليه ويستهزأ بيه. لكن مرة واحدة المحاربين بيفكوا السلاسل وبيهجموا على الحراس وبو بيجري على المدفع الكبير وبيقدر انه يدمره. لكن وهم مسيطرين بو بيواجه تشين وبيشوف نفس الشعار ونفس الملامح اللي في ذاكرته. وبو بيقف مذهول للمرة التانية وبيسأل شين انت كنت هناك ليلتها وان انت تعرف اهلي. وشين بيستغل صدمة بو وبيضحك ضحكة شريرة وبيقول له اه اعرفهم وهم سابوك عشان مش بيحبوك. وبو بيسيب عالمنا من تاني، فشين بيطير ويهرب
ويروح لمصنع الألعاب النارية، وبيؤمر الحراس يضربوا البرج بالمدافع التانية اللي كان مخبيها، والبرج بيبدأ إنه يقع، لكن الأبطال بذكائهم وسرعتهم بيقدروا يهربوا وينطوا من البرج قبل ما يتدمر بالكامل، وبيرجعوا لسجن المعلمين. وتايجرس بتكون غضبانة جدا من بو لأنه ضيع فرصة القضاء على تشين بسبب تشتته. فبو بيعترف له وبيقول إن شين كان موجود ليلة ما خسرت أهلي، وأنا لازم أعرف الحقيقة عشان أعرف أنا مين. فتايجرس بتقوله أنا مقدرة ده، بس عاطفتك دي هتخليك تموت، وأنا مش هسمح لك تضيع نفسك وتضيعنا. خليك هنا وإحنا اللي هنروح ندمر السلاح. وتايجرس بتسيب بو مع الحراس وبتاخد باقي الجبابرة وبيروحوا يتسللوا للمصنع. وطبعا بو ما بيسمعش الكلام وبيقرر انه يروح وراهم عشان يواجه شين ويعرف الحقيقة. وفي المصنع الجبابرة الخمسة بتكون خطتهم وانهم يزرعوا متفجرات في المصنع، لكن بو بيقدر انه يتسلل للمصنع وبيقابل تشين وبيسأله عن ايه اللي حصل في الليلة اللي شافه فيها. وتشين بيضحك عليه وبيقوله ان ابوه وامه اتخلوا عنه، وبيبدأ الهجوم عليه. والجبابرة الخمسة بيكونوا نفذوا خطتهم بس بيوقفوها في آخر لحظة عشان لقوا بو في المصنع اللي بيرد الهجوم على تشين وبيكون مستنيه يجاوب على كل أسئلته. لكن شين مرة واحدة بيكشف عن المدفع بتاعه وبيضرب بيه بو، لكن بو بيكون مماتش واللي أنقذته هي العرافة. ولما بو بيصحى بيلاقي نفسه في مكان غريب ومليان إبر صينية، والعرافة بتطلب من بو إنه ما يهربش من ذاكرته ولازم يفتكر كل حاجة للآخر عشان يقدر يواجه قدره. وبتقوله إن المكان اللي هما فيه ده كان قرية الباندا اللي اتولد فيها. وبو بيحاول يفتكر الحقيقة الكاملة، وهي إنه كان عايش حياة سعيدة هو وعيلته لحد ما شين وجيشه هجموا على القرية. أبوه قاوم بكل قوته وأمه أخدته وجريت بيه في الغابة، والذئاب جريت وراها. وفي وسط الذكريات دي بو بيعمل نفس حركة المية اللي عملها شيفو وبتساعده إنه يفتكر أكتر. وعشان أمه تحميه حطته جوه صندوق الخضار وراحت جريت في ناحية تانية عشان تشد انتباه الذئاب، وبتضحي بنفسها عشان بو. ولما بو بيخلص حركته وبالفعل بيقدر إنه يعملها بيكون في حالة صدمة من اللي افتكره وبيبكي وهو بيفتكر تضحية أمه. بس العرافة بتقوله ماضيك ممكن يكون حزين بس ده ما بيحددش انت مين، اللي بيحدد انت مين هو النهاردة، وانت عايز تكون مين دلوقتي. وأخيرا بو عقله صفي وبقى جاهز للمواجهة الأخيرة. وبنروح لشين اللي بيكون مجهز أسطول بحر ضخم من السفن الحربية المحملة بالمدافع، ورابط الجبابرة الخمسة في أول سفينة وبيدمر أي حاجة تقف في طريقه. لكن فجأة بيظهر بو واقف على سطح مبنى في المينا بكل ثقة، وشين بيتجنن والكل بيكون في حالة صدمة إنه لسه عايش. ولما بو بيقول لشين جهز نفسك لموتك، شين ما بيكونش سامعه أصلا فبيؤمر بضربه بالمدافع. فبو بيتحرك كتير عشان محدش يقدر يصوب عليه لحد ما بيوصل للجبابرة الخمسة وبيقدر إنه يحررهم، وبيبدأوا هجومهم على أسطول شين. وفجأة بيظهر المعلم شيفو ومعاه المعلم أوكس والمعلم كروك اللي رجع ليهم الأمل بعد ما شافوا عزيمة بو. وبتبدأ ملحمة حربية في المينا، الكونج فو كله ضد المدافع والجيوش، والجبابرة الخمسة بيقفلوا الممر المائي بالسفن عشان يمنعوا أسطول شين من الخروج لباقي العالم. وشين لما بيلاقي جيشه بيخسر بيعمل حركة مجنونة وغدارة وبيؤمر بضرب المدفع الكبير على السفن بتاعته هو شخصيا عشان يخلص من الكونج فو. والضربة دي بتطير شيفو المعلمين والجبابرة الخمسة في المية وكلهم بيتصابوا. وشين بيتفوق وبيفتح الطريق للأسطول بتاعه، وبو بيقف لوحده وسط المية على خشبة صغيرة وباقي الأبطال مصابين ومش قادرين يتحركوا. وشين بيبص لبو وبيوجه كل المدافع عليه وبيؤمر بإطلاق النار. فالمدفع الأول بيضرب قذيفة نارية عملاقة وسريعة جدا، فبو بيقفل عينه وبيتحرك وبيمسك القذيفة النارية بإيده وهي بتغلي وبيلف بيها في الهواء وبيرميها بعيد. وشين وجيشه بيكونوا مصدومين من اللي شافوه، فشين بيصرخ وبيقولوا اضربوه تاني، والأسطول كله بيضرب قذائف ورا قذائف. وبو بقمة السلام الداخلي والتركيز بيمسك القذائف دي كلها واحدة ورا التانية وبيلف بيها ويردها تاني على سفن شين، والسفن بتبدأ تنفجر وتغرق واحدة ورا التانية لحد ما الأسطول كله دمر نفسه بنفسه، لحد ما بو بيضرب ضربته الأخيرة والأسطول كله بيتدمر. وبو بيطلع على سفينة شين وبيلاقي شين واقف مذهول، وشين بيسأله وهو منهار
انت عملت كده ازاي؟ ازاي وصلت للسلام ده بعد كل اللي انا عملته فيك وفي اهلك؟ انا دمرت حياتك. فابوه بيبصله وبكل هدوء بيقوله: الجروح بتشفى يا شين، والماضي ملوش قيمة. المهم هو اللي بتختاره دلوقتي. سيبك من الانتقام وابدأ بداية جديدة. فشين بيرفض السلام وبيطلع خنجره وبيهاجم بو بكل قوة، لكن وهما الاتنين بيتقاتلوا شين من كتر غشومه بيقطع الحبال اللي ماسكة المدفع اللي كان واقف تحته. فابوه بينط بعيد وبيهرب، وشين بيبص لفوق وبيلاقي المدفع الكبير بيقع عليه. فشين بيقفل عينه وبيموت تحت سلاحه اللي صنعه بإيده. وأخيرا المدينة بتتحرر، والناس كلها بتحتفل بالتنين المقاتل والجبابرة الخمسة. وبوب يرجع لمطعم أبوه السيد بينج وبيقوله: أنا لقيت القرية اللي اتولدت فيها، وعرفت إزاي وصلت لصندوق الخضار بتاعك، وعرفت أنا مين. فالسيد بينج بيصطدم، لكن بوب بيقوله: أنا ابنك اللي انت ربيته. وبيحضنوا بعض هما الاتنين. لكن فيلمنا ما بيخلصش دلوقتي، وبنسيب القرية وبنطير بعيد وبنعدي الجبال والوديان وبندخل وسط ضباب كثيف لحد ما بنوصل لقرية سرية فوق قمم الجبال. وبتكون القرية دي مليانة بالباندا وعايشين بصحة ممتازة. وبنلاقي باندا ضخم بيبص للسما وفجأة بيقول: أنا ابني لسه عايش. وهنا الفيلم بيخلص عشان يمهد للجزء التاني من السلسلة الأسطورية دي. ولو عجبك الملخص واستمتعت بيه ما تنساش تدوس لايك وتشترك في القناة وتشير الفيديو في كل مكان. وما تنساش تتفرج على الجزء الأول اللي هسيبهولك في وصف الفيديو. سلام.